النهاردة هاعمل معاكم أحلى ساندوتش برجر، شايفين الحلاوة؟ أول حاجة كده هنبدأ بسم الله وأشوف عملت إيه. أول حاجة هنا كانت معايا نص لحمة مفرومة، وكمان معايا 2 بصلة متوسطين كده زي ما انتوا شايفين، هاخدهم وأروح أفرمهم في الكبة، عايزاهم يكون فرم ناعم أو ممكن يكون في المبشرة. المهم إن أنا عايزاهم يكون البشر بتاعهم بشر ناعم. هاخدهم بقى وابتدي أصفي المية بتاعتهم كويس جدا بالمصفى، أو ممكن كمان تدعكيهم بإيدك كده لحد ما المية بتاعتهم تنزل خالص. هاخد بقى المية بتاعتهم واحطها على جنب عشان هحتاجها كمان شوية، وهاخد الفرم بتاع البصل دوت واحطه على اللحمة المفرومة كده زي ما انتوا شايفين. هجيب بقى المية بتاعت البصل اللي قلت لكم عليها ديت واحط عليها نص كوباية من الفول الصويا، وفول الصويا دوت بيتجاب من عند العطار. هحط كمان ربع كوباية مية، وهسيبهم على جنب بقى علشان خاطر اسيبه ينشف. هحط البهارات بتاعتي هنا، معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، معلقة صغيرة من ملح الطعام، وكمان كيس خلطة الهمبرجر ديت زي ما انتوا شايفين واحطها. لو مش موجودة عندكم خلطة البرجر ديت تقدروا تستغنوا عنها، تحطوا بودرة بصل وبودرة توم وحبة بابريكا وشوية كزبرة ناشفة، وكمان معلقة كمون صغيرة. زي ما انتوا شفتوا كده الفول الصويا بتاعي دوت شرب المية بتاعت البصل والمية اللي انا حطيتها. هاضيفه بقى كمان على اللحمة المفرومة عشان خاطر هنا بيزود لي الكمية بتاعة اللحمة المفرومة. لو مش حابين تقدروا برضو تستغنوا عنه، بس هو بيزود الكمية وبيكون حلو جدا زي اللي بنشتريه من بره كده جاهز. جبت بقى الطباعة بتاعتي بتاعة الهمبرجر ديت وحطيت عليها زيت، مسحتها بالزيت كده، وحطيت كمان كيس من اكياس التلاجة ومسحته بالزيت زي ما انتوا شايفين، علشان خاطر لما احط اللحمة المفرومة تطلع معايا بكل سهولة وكمان ما تلزقش. لو مش موجودة عندكم الطباعة ديت ممكن تقدروا تستخدموا طبق مثلا يكون مفلطح زي كده، او مثلا طبق او غطا من الغطا البرطمان، غطا برطمان مثلا يكون محكوم وتقدروا تضغطوا عليه، برضه تحطوا كيسة وتضغطوه بطبق تاني مثلا. انا عملت الكور بتاعتي ديت بالبولة بتاعة الايس كريم كده، اللي هي المعلقة بتاعة الايس كريم، عشان خاطر يبقى كل الاحجام بتاعتي مناسبة بعض، ما تكونش حجم كبير وحجم صغير. وده كمان بيبقى على قد الطباعة بتاعتي، والسمك بتاعها زي ما انتوا شايفين مش رفيع قوي ولا تخين قوي يعني. انا حبيت اوفر في الموضوع، وجبت هنا ورق وقطعته بحجم الطباعة بتاعتي بتاعت البرجر، وبحط ما بين كل واحدة وواحدة من اللحمة المفرومة ورقة كده علشان خاطر لما احطهم في التلاجة ما يلزقش معايا. انا باخد الكمية اللي انا محتاجها وساعتها بفرزهم بقى الباقيين واحطهم في الفريزر، بيطلع معايا بكل سهولة. هنا بقى هعمل الصوص بتاع الجبنة بتاعي. حطيت نص كوباية من الزيت عليهم نص كوباية من الدقيق، وهقلبهم مع بعض كويس زي ما انتوا شايفين. تقدروا تزودوا او تقللوا الكمية على حسب الراحة بتاعتكم او على حسب الكمية اللي هتحتاجوها. هقلبها كده لحد ما يبتدي يطلع فقاقيع زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هحط عليه كوباية من اللبن الحليب وهقلب مع بعض كويس. واهم حاجة في التقليب دوت علشان خاطر ما يكلكعش معانا. وبعد كده هنا هحط 250 جرام من الجبنة الرومي، اللي هي الجبنة التركي. لو مش موجودة عندكم جبنة رومي او جبنة تركي تقدروا تستخدموا جبنة شيرا او اي نوع جبنة بتفضلوه. حطيت تاني كوباية من اللبن وبقلب كويس، وبعد كده زي ما انتوا شايفين هحط معلقة صغيرة من الزبدة علشان خاطر تعزز النكهة بتاعتها. هنا بقى حطيت 4 معالق من الطعم بتاع الجبنة اللي هو بيتحط على البطاطس دوت. وبعد كده هحط هنا كوباية مية. انا ليه حطيت الطعم بتاع الجبنة؟ عشان خاطر الطعم يكون بتاعي واضح قوي، لان لقيت هنا معلش اللون فاتح مش نفس لون الجبنة كده. حطيت رشة صغيرة كده زي ما انتوا شايفين من بودرة الزعفران، دي برضو بتتجاب من عند العطار. لو مش حابين تحطوها بتقدروا ما تحطوهاش، انا بس حطيتها علشان خاطر تعزز لي اللون بتاع الصوص. كمان تقدروا تحطوا اي نوع جبنة تكون النكهة بتاعتها قوية، وتقدروا تستغنوا عن البودرة بتاعة الطعم بتاع الجبنة دوت. انا بقى هنا بعد ما ريحت البرجر بتاعي في التلاجة بتاع نص ساعة كده هبتدي بقى اشويه. عايزين تقلوه تقلوه، عايزين تشوه على حسب الراحة بتاعتكم. انا هنا بس حطيت زي ما انتوا شايفين الطاسة بتاعتي ومسحته بس بشوية زيت الطاسة، وحطيتهم كده على النار. ممكن برضو ما تحطوش مسحة الزيت دي. وبصوا بقى بالمنظر ده. هجيب بقى الكايزر بتاعي وافتحه كده زي ما انتوا شايفين بالسكينة المشرشرة. انا بديلكم تفاصيل بسيطة بس هي كويسة. السكينة المشرشرة ديت بتخلي العيش ما يتقطعش معايا، او ممكن تستخدموا المقص بس هو احسن حاجة السكينة المشرشرة. حطيت بقى
الكابوتشي بتاعي قطّعته، بعد كده طماطم، بعد كده شرايح بصل صغيّرة عشان خاطر أنا مش باحب البصل يكون ياما أوي، طبعًا كل واحد على حسب راحته أو على حسب الحشو اللي بيحبه، وحطيت صوص الجبنة اللي أنا عملته معاكم، وبُصّوا الحلاوة تحفة جدًا بجد الصوص دوّة طعمه حلو أوي. أنا عملت الكمية دي بس على قد الأكل بتاعي دلوقتي، والباقي شيلته في الفريزر بافرّزه بيطلع بكل سهولة، وقت ما بتحبي تطلّعيه بتعمليه سهل وسريع وبسيط وحلو جدًا بجد. أتمنى تجرّبوا الوصفة ديّة، وأتمنى تجرّبوا الصوص دوّة هيعجبكم جدًا، وكمان تقدروا تستخدموه في أي نوع ساندويتش بتحبوه. كانت معاكم نسمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.